أحب أعرف حضراتكم بيا. أنا مروان عثمان، محاضر واستشاري التسويق الطبي في نوتنج هيل كوليدج. النهاردة طبعا أنا بشكر فيوتشر فيجن أكاديمي اللي هي أتاحت لنا الفرصة نلتقي بحضراتكم في السيشن دي في خلال الدقائق اللي جاية بإذن الله عن البيرسونال فيرسس الكوربريت براندنج في المجال الطبي تحديدا للأطباء. آه، نخش سريعا برضو كده ونبدأ نقول: يا ترى حضرتك المفروض تبني علامة تجارية ليك كطبيب لاسمك، ولا لاسم بابليك لعيادة أو مستشفى؟ أيهما أفضل؟ يا ترى في فرق أصلا ما بينهم؟ خلينا نقول دلوقتي إن الأهمية في عصر التسويق الرقمي كديجيتالايز اللي احنا نختار النموذج الأفضل، والنموذج اللي احنا هنختاره هو ده اللي احنا نكمل عليه الشغل بتاعنا والمسار بتاعنا الوظيفي. طيب، ان الاحصائيات كمان بتاكد لنا ان 78% من البيشنت بيختار الطبيب بناء على السمعه الشخصيه بتاعته، من كتر ما بيسمع عن الطبيب، سواء بقى على سوشيال ميديا او في جروبس او من الريفيرال او من الدايره اللي حواليه، يبدا ياخد القرار ويروح للدكتور. احنا مختلفين عن العصر بتاع زمان، ان احنا بننتظر ان المريض يجي لنا عن طريق اصدقائه بس، او يشوف بانر في الشارع ويجي لنا، او يشوفنا في مستشفى معينة ويجرب معانا مرة ويحجز فيجي لنا. لا، دلوقتي عصر الديجيتال بقى مؤثر لدرجة ان اكتر من 80% من المرضى بقوا بياخدوا القرارات من خلال منصات السوشيال ميديا، من خلال ان هو بيدخل تولز زي شات جي بي تي ويسألوا عن افضل الاطباء وينتظر الرد من الطبيب. مين هم الناس المتخصصين في التخصص او في الكيس بتاعتي اللي انا عايزها، وعلى هذا الاساس يبدأ ياخد القرار بتاعه. فهنبدأ بالسيكشن الأول بتاعنا: الفرق ما بين البيرسونال براندنج والكوربريت براندنج. كبيرسونال براندنج للطبيب، إن المفروض حضرتك بتبني هوية شخصية على منصات السوشيال ميديا. هنلاقي إن التركيز ساعتها بيكون على الخبرة والقيم والمهارات الفريدة. أنت متميز بإيه؟ الأسماء اللامعة اللي موجودة على الساحة دلوقتي، سواء في طب الأسنان أو طب التجميل، جراحات التجميل أو whatever من التخصصات الأخرى، هنلاقيهم لهم مهارات مميزة جدا بيحاولوا يظهروها على منصات السوشيال ميديا علشان يظهر للبيشنت إن هو ده البيست تشويس. المفروض لو عايز تروح تعمل تجميل للأسنان تروح لدكتور كذا، عايز تعمل جراحات تكميم معدة تختار ما بين دكتور كذا وكذا وكذا. فالبيرسونال براندنج هنا بيلعب دور محوري جدا، انه يظهر الطبيب كأنه الافضل، حتى لو ما كانش الاكسبيرينس بتاعته هي افضل اكسبيرينس، العلم بتاعه هو افضل علم. لكن هنتكلم في النقطة ديت علشان دي نقطة محورية كبيرة قوي، ان ممكن بيحصل خداع، ان الطبيب يكون له فاليو بيقدمها، لكن بيستخدم ماركتينج بشكل كبير، فبيظهر ان هو هاي فاليو عن حد تاني صاحب علم يكون مش قادر يماركت لنفسه بشكل كويس، فيبدأ يظهر الطبيب متوسط القيمة والأقل بلو افريج كمان، ان هو حد عنده خبرة كويسة. ده براكتس برضو احنا مش بننصح بيه، يعني النصيحة التسويقية. ولما نقول كلمة تسويق أنا مش بتكلم على دعاية وترويج وبس، لكن بتكلم على فاليو مقدمة من الطبيب للمريض. إن المريض جاي يعمل حاجة معينة عندك تجميلية في العيادة، فيطلع very satisfied من المكان، ويلاقي فيه فولو اب، ويلاقي فيه متابعة جيدة بعد كده. العيادة لما يحب يحجز يلاقي الأمور سلسة. كل ديت بتعتبر فاليو
بتثبت في ذهن العميل بعد كده وبتأثر على البيرسونال براندنج بتاع اسم الدكتور ده لاحقا. لو هنتكلم على البيرسونال براندنج فالخصائص الأساسية بتاعته الأصالة بتعكس شخصية الطبيب الحقيقية والقيمة بتاعته. كمان بيكون في ثقة مباشرة ما بين الطبيب والبيشنت، بتؤدي بعد كده لو التجربة كويسة لحاجة مهمة جدا كلنا بنسعى ليها، اللي هي اللويالتي، ان بيرتبط عاطفيا المريض بالمكان، ويبدأ ان هو يحب المكان ويوصي عليه، وخلاص يكون زي ما بنقول كده ادفوكيت للمكان ده، بيدافع عنه. فالثقة المباشرة ديت حاجة مهمة جدا في الارتباط ما بين الكلاينت وما بين اسم الطبيب. المرونة، ان الطبيب في الوقت ده وهو بيعمل بيرسونال براندنج لاسمه واخد القرار ان هو هيماركت لاسمه، فهيقدر ان هو ينتقل من عيادة لعيادة عادي خالص، يروح من مكان لمكان، وبيرفع اسم المكان على حس اسمه ان هو طبيب ناجح، فبيجيب معاه كمان كلاينتس عارفين الاسم دوت من قبل كده. بيكون في اتصال شخصي طبعا زي ما قلنا، علاقة مباشرة ما بين الطبيب والمريض بدون باريرز، عكس طبعا الكوربريت براندنج، العلامة المؤسسية كمستشفى. ان بناء الهوية ساعتها بيكون مؤسسي ومنفصل عن اسم الطبيب اللي موجود. حضرتك رايح للسعودي الألماني كمستشفى، فانت رايح حاجز في عيادة الأسنان، في عيادة الجلدية عند طبيب معين. افرض الطبيب دوت مشى من المكان، فانت خلاص انت الثقة رايح لاسم السعودي الألماني. أكيد السعودي الألماني مثلا يعني مش هيجيب دكتور لو كواليتي، فانت واثق في العلامة التجارية بتاعت السعودي الألماني. فالتركيز هنا على سمعة المستشفى والكيان الكوربريت لما بنعمل له تسويق، فبتكون المؤسسة هي الكيان الأساسي اللي احنا بنحاول نظهره. طيب الخصائص الأساسية لو جينا اتكلمنا، حد بيكتب حاجة بس ولا ديت مش تبعنا؟ تكبير صورة البرزنتيشن. طيب أنا عايز أطمنكم بس علشان البرزنتيشن البي دي اف ده يعني احنا كده كده اصلا بنريكورد، ف هيتبعت لحضراتكم التسجيل وتتفرجوا على كل النقاط اللي هي مش باينة عادي خالص. الفكرة كلها بس اللي احنا عايزين البرزنتيشن انا عايزها بالذات علشان تكون النقاط مرتبة اللي انا بشرح منها، فهي ديت الفكرة. لكن ما تشغلش بالك باللي مكتوب دلوقتي وانا بشرح، يعني خليك افهم مني اكتر الكونسبت اللي انا بحكيه والهيستوري والستوري اللي انا بتكلم فيها، والكلام اللي مكتوب حضرتك عادي لاحقا هتقدر تقراه من خلال الريكورد لما يتبعت لك بإذن الله. علشان لكم قولوا لي لو الشكل ده كويس ولا الشكل اللي احنا كنا فيه سايد ده. فممكن تكتبوا لي كده، والأريح ليكم قراءة قولوا لي. دكتورة السلايد واحدة بس، مجرد ملف يكون أفضل. اللي هو المنظر بالشكل ده طيب، أيوة ده افضل. اوكي بالضبط. ماشي، عظيم قوي، خلينا نستقر على السيت اب ده. عظيم. طيب فكنا بنقول ان لما بنتكلم على كوربريت براندنج، انا هنا بتكلم على اسم المكان، بسوق للمكان، هو ده اللي يهمني. التوسع في حالة اللي انا بعمل كوربريت براندنج، بقدر ان انا اتوسع، اضيف تخصصات جديده جوه اسم الكوربريت بدون اي تاثير في الثقه. فالمريض زي ما قلنا كده جاي واثق في اسم المكان، مش رايح لطبيب معين. جزئيه الاحترافيه كمان، انا ببان ان انا بروفيشنال ككوربريت، وبدي انطباع بالنظام. عندي اكتر من بولي كلينيك موجودين عندي، متخصصين في كذا وكذا وكذا، عيادات صباحية ومسائية.
الاستدامة بقى، وده يعني أمر فور بيزنس مهم، اللي أنا أقدر أدخل شركاء، أبيع أسهم، أقدر اللي أنا أبيع المؤسسة كلها، أطرحها في البورصة. فكل ديت مميزات مش موجودة طبعا عند النقطة الأولانية بتاعت البيرسونال براندنج. طيب، زي ما اتكلمنا هنتكلم على المميزات، الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل حاجه منهم. البيرسونال براندنج مميزاته اللي انا بقدر ابني ثقه سريعه ما بيني وما بين الكلاينت. الطبيب بيرتبط بالكلاينت، والكلاينت بيرتبط عاطفيا بالطبيب، والمكان اللي هو رايح، الكلينيك لدكتور احمد، لدكتور علي، لدكتوره شيماء. فهنا في ثقه سريعه بتتبنى طول ما الطبيب بيعمل شغله صح، وبيقدم فاليو كويسة، وبيماركت لنفسه على منصات السوشيال ميديا بطريقة مظبوطة. في تواصل مباشر، مفيش باريرز ما بين الكلاينت وما بين الإدارة. أي حاجة عايز يقولها الكلاينت بيقولها مباشرة للطبيب، مش اللي هو بيقول بقى لقسم الشكاوى الموجود في الكوربريت، وبعد كده الله اعلم ممكن يعملوا الموضوع اللي هو عايزه ولا لا. فهنا لا، في مرونة كمان في التطور الوظيفي والتخصصي، ان الطبيب هو سيد قراره، بينفذ اي قرار هو عايزه، وينتقل من عيادة لعيادة، من مدينة لمدينة بسهولة. تكاليف تسويقية منخفضة نسبيا لو قارناها بالكوربريت براندنج والكوربريت ماركتنج. طبعا انت كل اللي هتحتاجه كطبيب، محتاج منصات السوشيال ميديا الأساسية اللي هتركز عليها، هتشتغل شغل بروفيشنال في تصوير ريلز أو ما إلى ذلك، الكونتنت اللي هتشتغل عليه. فكل ده لو قارناه بالكوربريت براندنج، لا ده يعتبر تكاليفه بسيطة قوي. حتى لو عملت ويب سايت، بيرسونال ويب سايت بتاعك، كل ده تكاليف قليلة عن الجزئية بتاعة الكوربريت. زي ما قلنا برضو في كده يعني حرية في اتخاذ القرار، انت سيد قرارك كطبيب. عندك كمان بقى تظهر المميزات بتاعتك، فرص متعددة، محاضرات، كتابة، استشارات. جات لك فكرة كويسة عايز تتكلم مع جمهورك فيها، فبتطلع تعمل لايف، بتكتب بوست، بتكتب مقالة بشكل يعني عفوي. كل ده متاح ليك كبيرسونال براندنج، علشان بتعمل كونكشن ما بينك وما بين الكلاينت بتاعك. انما التحديات بتاعت البيرسونال براندنج بتعتمد بشكل كامل، اول حاجة بقى واخطرها، ان اسمك ده يعني كده ايه، لو في اي مشكلة هيرتبط بسمعتك. اي حاجة حصلت نيجاتيف مع الكلاينت لم يتم احتوائها بشكل بروفيشنال، هتأثر على اسمك. واسمك انت عمال تبني فيه سنوات، ممكن في اي مشكلة لا قدر الله لم يتم احتوائها بشكل مظبوط، يحصل باك فاير اتاك. باك فاير اتاك، مشكلة بقى على السوشيال ميديا، تلاقي كده كلاينت نزلت في الجروب انا رحت وحصل وحصل، تلاقي كده ايه زي النار في الهشيم تيجي. فاخطر حاجه في الجزئيه بتاعه التحديات عند البيرسونال براندنج هو اللي بيعتمد بشكل كامل على سمعتك الشخصيه. برضو صعوبه في التوسع والنمو المؤسسي، انت بس اللي شغال، فهتلاقي الضغط واللود كله عليك، ما تقدرش تتوسع، ومضغوط باستمرار علشان تحافظ على اسمك. لكن لو معاك اكتر من حد وبتشتغل باسم الكوربريت، فمش هيبقى نفس البريشر ده موجود عليك. برضو غير قابلة للبيع، انت باسمك بتشتغل، ما ينفعش تبيع الاسم بتاعك. تقدر تجوين مكان كبير، وتقدر تروح للمكان الكبير على الكلاينتس اللي شغالين معاك، وتجيب لهم وتزود لهم عدد، لكن غير قابلة للبيع. وبرضو حساسية عالية تجاه أي خطأ، إن هنا أنت اسمك معرض زي ما اتكلمنا كده، إن لو في مشاكل أنت اللي بتواجهها بنفسك. مش بيكون في كده إدارة وستاف والشكل اللي هو المميز بتاع الكوربريت اللي منه نقدر نحتوي، خصوصا بقى لو حضرتك يعني عصبي مثلا، البيهيفير بتاعك ما بتقدرش تاخد قرار
ما بتقدرش تحتوي مشاكل، فبتلاقي نفسك اللي انت بتشتغل شغلتك كطبيب مثلا تجميل او اسنان، بالاضافه لكده مطلوب منك تكون عندك مالتي تالنتس، اللي انت بتقدر تتعاون تتفاهم مع الناس لو حصلت مشكلة مع الاسيستنت، لو حصلت مشكلة في الحجز، لو حصل مشكلة في الحشوات في التجميل، ايه اللي ممكن تعوض بيه الكلاينت ده، وتقعد تفكر وتعصر دماغك. فبتلاقي نفسك هو كل الامر محطوط عليك. دي من ضمن المشاكل او التحديات كده، خلينا نسميها بلاش مشاكل، التحديات اللي بتقابلنا واحنا بنشتغل في الواي بتاعه البيرسونال براندنج. لكن لو جينا نروح للكوربريت براندنج، مميزاته طبعا زي ما قلنا قابل للنمو والتوسع. اقدر اللي انا النهارده نجحت في اندلسيه اسكندريه، اتوسع لاندلسيه الشلالات، اتوسع لاندلسيه المعادي، اتوسع في بره مصر. انت بتتكلم باسم كوربريت خلاص. تقدر تبيعها وتطورها. استقرار اكثر من فرد واحد. يعني هنا في الدنيا واضحة. المسؤولية متوزعة على اكتر من حد، في كيان فريق عمل متخصص وموزعة المسؤوليات عليهم كلهم. فمش هتلاقي نفسك على اللود بتاع البيرسونال براند اللي احنا كنا بنحكي فيه. تنوع طبعا في الخدمات والتخصصات، عندنا اكتر من خدمة، وعندنا تخصصات كتير جوه المستشفى او جوه البولي كلينيك بتاعتنا. احترافية عالية في الإدارة طبعا. طالما هيكون في حد بابليك ريليشن مسؤول عن تخصصات معينة أو حاجات معينة، يقدر يتكلم، يقدر يتفاوض. مش هتلاقي نفسك اللي انت داخل في كل التفاصيل. استثماريا طبعا كوربريت براندنج على اللونج تيرم هو طبعا الفاليبل، يعني قيمة استثمارية حقيقية. وتقدر ان انت النهارده تقول احنا بنكسب اكس، بكره عايزين 10 اكس، عايزين 20 اكس. بسهوله تقدر ان انت تحسب الار او اي بتاعتك. آه، هو يعني الناس بس اللي بتسأل هتكون مسجله ان شاء الله، وهيتبعت الريكورد باذن الله. طيب، مع فيوتشر فيجن يعني التفاصيل دي. التحديات بتاعه الكوربريت براندنج بقى، ان بناء الثقه بيحتاج وقت طويل. انت بتتكلم باسم مستشفى مش باسم طبيب. فانت لازم المرضى بقى بيروحوا المكان مرة واثنين وثلاثة، ولازم بيجرب اكتر من تخصص مثلا، وبعد كده يبدأ يطمن ويوصي. لكن لو بنتكلم على طبيب في عيادة بتاعته، لا، هنا الدنيا الثقة بتتبنى بشكل أسرع. لو بنتكلم في عيادة ممكن في خلال جلسة أو اتنين خلاص بقى في ثقة وحب للطبيب وللكلينيك. لكن لو بنتكلم في كوربريت، الموضوع ممكن ياخد وقت علشان نبني الاسم بتاعها. الاستثمار الأولي بتاعها كبير طبعا. انت بتتكلم على مستشفى بقى. تخيل انت بقى من كل حاجة، حتى لو اتكلمنا على سوشيال ميديا بس، فانت بتتكلم على كم كونتنت لكم البولي كلينكس الموجودين جواها والتفاصيل بتاعتها. حتى لو عملنا ويب سايت بنتكلم باسم كوربريت، كام سيكشن موجود جنب الويب سايت، وكام قسم، وكام عيادة، وكام طبيب، وكام زائر، وي وي وي. موضوع حجم استثمار كبير. المريض طبعا في الجزئية ديت مفيش الكونكشن الأصيل ما بينه وما بين الطبيب، هو مرتبط بالبراند نيم. فجزئية العاطفة مش موجودة عند الكوربريت قد ما هي موجودة في البيرسونال براندنج. البيروقراطية طبعا علشان الإدارة في طبقات، وزي ما قلنا كده لو المريض احتاج أكشن معين ممكن ياخد وقت. لكن مع الطبيب هو بيخلص ويقول معاه على طول، بينتظر الرد من الطبيب، ابعت لي على الواتساب هقول لك كذا كذا، فتلاقي الدنيا أسهل بكتير. آه، يعني اتكلمنا في التكاليف التسويقية اللي هي مستمرة وعالية مع الوقت. مش مجرد اللي انت استثمار اولي بس، لكن انت مطلوب منك المينتيننس بتاع الماركتينج كوست يكون دايما موجود. وبابليك ريليشن وتعاونات، ويكون عندك قسم خاص بالتأمين ويروح يتعاون مع جهات تأمينية في المستشفى. كل دوت طبعا تكاليف تسويقية. والبيروقراطية طبعا في عملية اتخاذ القرار. تعالى كده ندخل على الجزء الثاني بتاعنا، وهو الكيس ستاديز. نتكلم كده عن كذا كيس ونشوف ايه الافضل ليها. الكيس الاولى معانا، اتفضلي حضرتك كده ولا اتفضل؟
الله. يعطيك العافية دكتور. زي حضرتك، الله يخليك، الله يعافيك. اتفضلي. بس أنا عندي سؤال في in case of personal branding. إذا كنت أنا general physician، تمام، عم عظيم. بحاول أشق طريقي باتجاه الجynecology and obstetric. أبلش branding as a GP ولا أبلش بأشياء basics بالجاينة؟ طيب لو هو جاينة وخلاص حضرتك استقريتي على الجاينة، مهم. يفضل بقى اللي انت كبيرسونال براند ابدأي على طول في الجاينة. بلاش اللي احنا كجي بي وبعد كده نخش على السكشن بتاع الجاينة والتخصص بتاع الجاينة، فيحصل كده ايه، ميس اندرستاندينج، يحصل لخبطة عند الناس. هو حضرتك بتشتغلي جي بي، انا اقدر اسألك في الصحة العامة ولا تخصص؟ فطالما قلنا بيرسونال براندنج، يبقى نشوف احنا متخصصين في ايه بالظبط، علشان هو ده اللي عايزين نعمله كده، ايه عملية الإظهار على السوشيال ميديا، ويكون الناس عارفانا متخصصين في ايه بالظبط. مهم. تمام، شكرا. عفوا. طيب خلينا نبدأ الكيس الأولى كده. آه، بطبيب متخصص في عيادة خاصة. دكتور محمد استشاري أسنان افتتح عيادة خاصة وعايز يبني البيرسونال براندنج بتاعه. فاختياره هنا كبيرسونال براندنج، هو ليه اختار أسبابه بيعتمد على خبرته الشخصية. عايز يبني ثقة سريعة مع المرضى. كل ده بقى احنا بنحاول نجمع المميزات بتاعة جزئية البيرسونال براندنج. ممكن دكتور محمد يكون عايز يتوسع او ينقل الكلينيك بتاعته مستقبلا من مكان لمكان، فبسهولة يقدر ان هو يتوسع، يقدر ان هو يروح من مدينة لمدينة. كل ديت مفيش ضغوطات عليه. يقدر كمان دكتور محمد إضافة متخصصين آخرين مع الحفاظ على اسمه، إن هو لو مسافر في مؤتمر معين ففي دكتور كذا ودكتورة كذا موجودين في العيادة بتاعته. دي أسبابه علشان يختار البيرسونال براندنج. طيب النتائج المتوقعة، زي ما قلنا إن إحنا بناء الريبيوتيشن على السوشيال ميديا بتكون سريعة وقوية. فدكتور محمد لو عمل كونتنت بلان مظبوطه واستراتيجي على مدار 3 ل 6 شهور، يقدر ان هو يبني سمعه كويسه في خلال من 6 ل 12 شهر. في اول سنه يظهر اسمه لامع عند التارجت سيجمنت بتاعه. خلينا نتكلم دايما كده، اللي احنا لو عايزين نظهر فبحدد التارجت سيجمنت. انا موجود في القاهره بس مش القاهره كلها يلزمها تعرف عني. انا موجود مثلا في مدينة نصر، فمدينة نصر هو ده التارجت سيجمنت بتاعي. طب انا بشتغل مع مين اكتر فئة؟ انا بشتغل مع ميل وفيميل من سن مثلا 25 سنة لسن 45 سنة، اللي هم الاديوكيشن بتاعهم مثلا ناس متعلمين بيشتغلوا في وظائف معينة، فديت الباير بيرسونا بتاعتي. فخلاص انا بانفست عند الباير بيرسونا دي وبركز عندها. فيهمني ان انا اعمل اويرنس وزخم في مدينة نصر عند البرسونا المحددة دي. هو ده كده اللي انا هركز عليه في السنة الاولى. كل ده نقدر اللي احنا كبيرسونال براند عند دكتور محمد نحققه. طبعا زيادة المرضى من خلال التوصيات. الناس لما بتروح فالريفيرال والورد اوف ماوس، الماشين دي تقدر تشتغل في خلال فترة قصيرة. وفرص الاستشارات وتدريب، ان هو خلاص هيشتغل باسمه. يقدر ان هو كمان يدي دورات، يدي استشارات معينة في التخصص بتاعه. طيب تعال نشوف الكيس التانية. بولي كلينيك. الكيس عبارة عن مجموعة من الأطباء عايزين يفتتحوا مركز شامل يخدم عدة تخصصات. فالاختيار بتاعهم في التوقيت ده هيكون بولي كلينيك كوربريت براندنج. أسبابهم إيه؟ هم من الأول حاطين كده الخطة بتاعتهم، إحنا عايزين نتوسع مستقبليا، وعايزين يبيعوا أو يطوروا المشروع من خلال انفستمنت. إيه الأخبار كده سامعين؟ اه كده تمام. عظيم، كويس إن أنتوا قلتولي. أنا م. بتكلم من بدري ولا إيه؟ ولا من أول لا، ده الأزمة؟ على طول قلنا لك لا من اول متقلقش. هنا يعني. طب حلو قوي. م. عظيم. طيب فاسبابهم ايه الاصدقاء اللي حبوا يعملوا بولي كلينكس مع بعض؟ ان هم عايزين المكان ده هو اللي يتشهر، ما يكونش مرتبط باسم دكتور محمد، دكتورة شيماء، دكتور علي.
عايزين نقدر نضيف اكتر من طبيب جوه التخصصات اللي موجوده في المكان. عايزين يكون موجود هويه موحده واحترافيه للمكان. نتكلم باسم بيوتي سنتر، نتكلم باسم عيادة تجميل معينة، باسم عيادة أسنان معينة، باسم مستشفى متخصصة في جراحات التكميم وتحويل المسار. فهم مش عايزين يظهروا باسمهم. كل ديت رؤيتهم مستقبلية علشان عايزين يتوسعوا في المستقبل ويكون معاهم شير هولدرز. طيب النتائج المتوقعة، وخلوا بالكم يعني هو دي أحلام وكل حاجة، بس الأحلام ديت احنا هنتكلم فيها قدام دلوقتي. مش بسهولة برضو التحقيق بتاعها، ولازم الأسباب بتاعتهم ديت تكون مقننة كده وواقفين على أرض صلبة، خصوصا ماليا أصلا. ما هي عادي احنا كلنا بنحلم واحنا عايزين نعمل مستشفى، طب يلا بينا، طب مين معناش فلوس؟ طب يبقى لازم تروح للجزئية الأولى بتاعت البيرسونال براندنج، هنتكلم في ديت. طيب نتائجهم المتوقعة لما يعملوا الهوية باسم الكوربريت: صورة احترافية طبعا وقوية عن المكان، سهولة النمو والتوسع، قيمة عالية للمشروع عند البيع، مش لازم البيع يعني، لما نحب ندخل معانا أي حد، استقرار أكثر. والله دكتور محمد مسافر رايح مؤتمر، موجود ناس مكانه والعيادة وشغالة مفيش أي مشكلة. الكلينيك التانية في حد ماشى جاله مش عارف إيه، ففي ناس تانية والكلينيك شغالة زي ما هي، فالدنيا عندهم مستقرة أكتر. طيب تعالى بقى على الكيس التالتة دي، واللي هي الهايبريد ابروتش، الدمج ما بين النموذجين. هل اقدر ان انا ادمج ما بين البيرسونال براندنج والكوربريت براندنج؟ دكتوره ليلى متخصصه في الجراحات التجميليه وبتمتلك عيادتها الخاصه وعايزه تتوسع، واختارت الهايبريد براندنج. طيب اختارت الاستراتيجيه بتاعتها ليه هايبريد براندنج؟ العلامه المؤسسيه بتاعتها اسم الكوربريت مركز بيوتي كلينيك المتكامل بتاع دكتوره ليلى، والعلامه الشخصيه دكتوره ليلى خبيره المركز المؤسسه بتاعه المكان. فهنا دكتوره ليلى طالعه بدورين بقى: بيرسونال براندنج، هي عامله هويه شخصيه ليها وبتقدر ان هي تطلع تتكلم قصاد الكاميرا وبتعمل ريلز وفيديوهات ومحتوى زخم كويس، وبتقدر تكتب مقالات وبتشارك في مؤتمرات، فهي عامله بيرسونال براند قوي ليها. طيب وكمان عامله تسويق مركزي للعياده، ان هي عندها السنتر بتاعها في اكتر من عياده موجودين جواه، واكتر من تخصص في تخصص التجميل، وفي اطباء بتشتغل مع تيم، ودايما كده لما بتظهر في وسط تيم. دكتوره متخصصه في كذا في كذا في كذا في كذا، دكتور متخصص في كذا، فباين كده ان دكتوره ليلى هي الكورنر ستور بتاع المكان، هي ديت العصب بتاع المكان. لكن في نفس الوقت بنتكلم باسم السنتر، باسم المستشفى. طيب ايه الاستراتيجية كمان اللي هي امكانية اضافة اطباء جدد مع الاحتفاظ بدكتورة ليلى كوجه رئيسي؟ ان هي من كتر ما عملت بيرسونال براند بقى فيه ثقة. يعني تعالى نجيب كده اللي احنا اتكلمنا فيه من البداية، ان في ثقة وفي كونكشن ما بينها وما بين المرضى، فهي معروفة وفي ارتباط وفي لويالتي. وفي نفس الوقت الناس لما بتيجي مش مرتبطة قوي ان هي لازم دكتورة ليلى اللي تعمل لنا الاجراءات المعينة، هم عارفين ان الكواليتي بتاعت المكان كله ستاندردايزد من دكتورة ليلى. فانا لو رحت مع دكتورة هبة او دكتورة شيماء او دكتورة علي هاخد نفس الكواليتي. دي تراست بقى، قدرت ان هي تزرعها كويس عند الكلاينت بتاعها وعند البيشنت بتاعها من خلال الخبرة الكويسة. فاحنا هنا مش بنتكلم بس ان دكتورة ليلى في السيتويشن ده شاطرة مهنيا في الجزئية بتاعت جراحات التجميل، لا ده هي شاطرة إداريا كمان وعندها وعي. علشان كده بنقول إن الطبيب في اللي احنا موجودين فيه والعصر الحالي مش بس يكون طبيب شاطر ماهر في الجزئية بتاعته، لكن يكون دارس بيزنس وإدارة. دي بتوديه في حتة تانية خالص.
غير الطبيب الشاطر والماهر في التخصص بتاعه. واكتر دكتور الاطباء اللي موجودين على الساحه دلوقتي، ايه، ما حدش يقول لي بقى احنا شغالين اهو الدنيا. لا بس هو في حاجة كده قبل ما ننقل نقطة تانية، يعني الترانزيشن من انه هي بيرسونال براندنج ل corporate براندنج، ان هي دمجتهم في بعض، الترانزيشن ده ممكن يحتاج وقت قد ايه؟ احنا خلينا نتفق، البدايه بتاعتها لازم تكون بيرسونال براند دكتوره اللي في تمام. الكيس دي. هتاخد وقت قد ايه بقى؟ ده قدرات شخصيه من حد للتاني. انا ما اقدرش اقول لحضرتك هم 3 سنين، هم 5 سنين، هم 10 سنين. في لا حد شاطر. حضرتك مش قصدي، انا قصدي هي اتفضل. عملت بيرسونال براندنج خلاص تمام. اوكي. دلوقتي بقى عايزة تنقل لموضوع الكوربريت براندنج ده، الستبات بتاعته او الطريقة بتاعته، او يعني ازاي يعني تنتقل للمرحلة دي، هل البيشنس هيتقبل الموضوع؟ يعني الفكرة اكتر، يعني حابة بس توضح اكتر النقطة دي. عظيم عظيم. هي طبعا تفاصيلها كتير، النقطة ديت هي مش نقطة، يعني دي استراتيجيات وممكن نقعد فيها كده هوت نحكي فيها في سيشن تانية لوحدها. لكن أهمها اللي احنا هنا هوت خلاص بنبدأ ناخد القرار، احنا عايزين نعمل زي كده بولي كلينيك متخصصة في جراحات التجميل، على رأسها دكتورة ليلى تكون موجودة. طيب احنا دلوقتي ماليا معانا قد ايه نقدر نشتغل وننفست في الجزئية ديت؟ نقدر نبص في الجزئية المالية الأول. طيب احنا عايزين نعتمد ويكون عندنا كده استراتيجية مهمة. الاستراتيجي بتاعتنا ان اي حد هيدخل جوه المكان كطبيب يكون بياخد تريننج معين بيمشي على الاستاندرديزيشن بتاع الدكتورة ليلى بالظبط، اللي هي نجحت فيها في الفترة بتاعت البيرسونال براندنج. ان المريض لما بيجي بيتعمل له كذا وكذا وكذا، وبنتكلم معاه بالاسلوب الفلاني، وبعد ما بيخلص بنتابعه ونفولو اب معاه. فبنبدأ اللي احنا نحط لها الاستراتيجي والتريننج اللي بياخده اي حد معاها. وبعد كده يبدأ يتأسس المكان، ونبدأ نروح للكوربريت براندنج. حتى منصات السوشيال ميديا اللي بتبقى معمولة مش بتبقى باسم دكتورة ليلى ساعتها، بتبقى باسم المكان. لكن الوجود بتاع الريلز مثلا والكونتنت اللي بينزل على المنصة وتيك توك او انستجرام او فيسبوك بيكون ظاهر فيه ان هي دكتورة ليلى تعتبر الاساس بتاع المكان. الريلز هي دايما اللي بتتكلم. لما حد بيطلع من الاطباء يتكلم بيبقى طالع وبيتكلم باسم دكتوره ليلى، اللي احنا موجودين في السنتر بتاع دكتوره ليلى كذا كذا بمركز بيوتي كلينيك المتكامل، واحنا بنقدم واحد اتنين تلاته. فكل دوت بيصب في الاخر على اسم المكان واسم دكتوره ليلى. مش بنشهر الطبيب اللي جاي في المكان. ما يهمنيش ان الطبيب دوت يتشهر، انا يهمني ان الطبيب يكون ماشي على نفس الكواليتي اللي بتقدمها دكتوره ليلى، علشان في الاخر المريض يستلم فاليو، هي ديت فعلا تكون فاليو تنافسيه موجوده في السوق. فازاي اللي هي تنتقل من بيرسونال للكوربريت؟ زي ما بقول لحضرتك كده، يعني من خلال برضو اللي احنا نقعد ونقيم يا ترى هيكون مفيد لحضرتك ان انت تنتقلي للكوربريت، ونشوف برضو احنا بنفكر ازاي وايه الاهداف بتاعتنا، ولا الافضل لا والله كبيرسونال براندنج كملي عليه، افضل لك بس هنا بيرسونال في براندنج. في نقطة هنا يا دكتور، دلوقتي دكتورة ليلى دي لو اختفت في أي لحظة، أو بطلت تظهر في الريلز لأي لحظة، أو خدت أجازات طويلة لأي لحظة، ده مش هيوقع المكان لو هو برضو معتمد على ظهورها زي ما حضرتك ده بتقول؟ ده بقى مش هيوقع لو احنا عاملين الجزئيه بتاعت الكوربريت براندنج وماشيينها بشكل كويس، ان عادي بقى المريض مرتبط بالمكان هنا. دكتوره ليلى لو غابت عن المكان هتجيب لها مثلا شهر ولا شهرين، الموضوع مش هيتاثر زي ما هيكون بيرسونال براندنج بس شغاله بيه دكتوره ليلى. لو غابت فتلاقي الدنيا بتهبط خالص، ودي بنقابلها كتير مع عيادات. الطبيب لا مم. قدر الله لو حصل اي حاجه اخدته شويه، تلاقي الدنيا كده هادت، والمريض مرتبط اصلا هو رايح للدكتور عمرو. دكتور عمرو مش موجود بياخد بعضه ويمشي. لكن احنا مم. واحنا في شق الكوربريت لا، بنبقى خلاص طلعنا من المزنق بتاع اللي هو لو الدكتوره مش موجوده انا هاخد بعضي وامشي. تبقى الاستراتيجيه ساعتها مبنيه صح يعني. فهمتك، ممتاز. شكرا. طيب خلينا كده نشوف برضو ايه الفوائد اللي هتعود على دكتوره ليلى من عمليه الهايبريد ابروتش ما بين البيرسونال والكوربريت براندنج.
اول حاجه طبعا اللي هو بناء ثقه سريعه من خلال دكتوره ليلى. طبعا ما احنا بانيين بيرسونال براند صح. توسع مؤسسي، حد رافع ايده ولا ده بالغلط؟ معلش بس يا دكتور، اتفضلي عندي اتفضلي سؤال. اتفضلي. يا دكتور، أنا بتبقى قلقانة تمام، ابقى في كلينيك شغالة فبعمل سبونسر وكده، فالزباين بيجوني تمام، بعدين مظبوط. بغير الكلينيك او الكلينيك دي بتقفل، فبقى عندي حاجة كده خوف ان انا لما امشي الكلينيك الجديدة دي اروح عاملة اعلان برضو والعيادة هي اللي تتشهر واروح انا مغيرة المكان وهكذا، الحاجة دي بتقلقني. مم. ما هو هنا بقى يا دكتوره، يعني لو حضرتك بتتكلمي على شق البيرسونال براندنج فاحنا بنتكلم على اسمنا. فانا اسمي، انا امم. دايما بشتغل باسمي. انا لو رحت تمام. باسمي من التجمع الخامس رحت بيه الشيخ زايد، فالناس بتوع الشيخ زايد هيجوا على اسمي انا. لكن هي الفكره اه. لو انا بشتغل باسم الكوربريت دلوقتي، فخلاص هو المريض ارتبط بالمكان، هو مش فارق معاه مين اللي موجود جوه. فدايما وانا بشتغل باسمي وبعمل أمم. سبونسر ادز، فخلاص الناس مرتبطه باسم دكتوره منى مثلا. فدكتوره أمم. منى نقلت من مكان لمكان، فالناس هتروح لها في المكان الجديد بتاعها. هي ديت الفكره. فخلاص بقى في الكونكشن العاطفي ما بينك وما بينهم. تمام. شكرا طيب. ليك. عفوا عفوا يا دكتور. الادفانتج بتاعت الهايبريد ابروتش زي ما بنقول اهوت الثقه السريعه، توسع مؤسسي واضح. انا دلوقتي بقدر اشوف انا عايز افتح سنتر جديد بتاع دكتوره ليلى في مكان تاني، فانا رايح باسم الكوربريت اقدر اتوسع، باخد الادفانتج بتاعت الكوربريت اهي، الاحترافيه العاليه اللي احنا اتكلمنا فيها، وعندنا نظام وعندنا اقسام، قيمه استثماريه للمشروع طبعا. فهي هنا ماسكه ايه العصايه من النص، فوائد البيرسونال براندنج مع فوائد الكوربريت براندنج في الهايبريد ابروتش ده. طيب، خلينا كده نخش على السكشن رقم 3، وهو الاستراتيجيات الديجيتال ماركتنج. هنكون محتاجين ايه في البيرسونال براندنج وانا بسوق لنفسي؟ اساسيات يعني الموقع الشخصي، الويب سايت، بيكون طبعا يعني صفحة عن الطبيب، السيرة والخبرات والمؤهلات، البلوج بالمقالات اللي هو ممكن الطبيب ينزلها في التخصص بتاعه، كتالوج للحالات بيفور وافتر، وطبعا حفاظا على البرايفسي بتاعت الكلاينت، يعني ما ننزلش بأي صور أو فيديوز إلا لو واخدين طبعا الموافقة من الكلاينت اللي احنا هننزل. وطبعا نموذج التواصل ده كده للويب سايت. ومحتاج برضو كبيرسونال براند تواجد على لينكد ان بمقالات احترافية، تحديثات عن التطورات الطبية. تواجد الطبيب على لينكد ان ما هوش رفاهية لو هو بيشتغل كبيرسونال براند، علشان يتشاف من الكوربريتس ان هو شاطر، فيبدأ ان هو يروح الكوربريتس تقول له تعالى عندنا، تعالى في العياده وباجر افضل كمان من الاجر بتاع الطبيب العادي. فميزه البيرسونال براندنج هنا، وانت باني اسم كويس وظاهر على السوشيال ميديا اللي انت بتلمع، وبتخلي كده الناس تبص عليك ويقول لك تعالى، بتروح تحترف زي كده المحترفين بتوع كرة القدم، ويبقى لك سعر وتفرض رأيك وتقول انا عايز كذا ومش عايز كذا. بيرسونال براندنج جبار في النقطة ديت. فعلشان بس الموضوع لينكد ان دوت. انستجرام طبعا محتوى بصري، نصائح وانفوجرافيكس وريلز. عندي فيسبوك كذلك، يكون في تفاعل مباشر مع الكوميونتي بتاعة الطبيب. تيك توك محتوى مختصر وطريف عن النصائح الطبية. فده كله كبيرسونال براند. المحتوى سريعا ممكن بيكون طبعا عبارة عن بوستس أسبوعية، فيديوهات تعليمية بيعرف فيها الناس اعمل ايه وما تعملش ايه، المخاطر بتاعة الأكل بعد عملية التكميم ممكن ايه اللي يحصل، وايه الجرعات اللي مش عارفة ايه من الفيتامينز اللي انت محتاجها. لايف سيشنز، ويبينارز، بودكاست طبعا، يعني ديت زي النار في الهشيم الفترة ديت، أنصح بيها جدا والله. يعني لو حضراتكم عايزين تعملوا كده بوم سريع، بودكاست ديت الناس دلوقتي عندها نهم ان هم يقعدوا يتفرجوا على الدكتور بيحكي وبيقول ايه وعن قصته، وانا بدأت ازاي وقابلت مشاكل عاملة ازاي مع مرضى معينين، وقدرنا ان احنا نوفر كم المشاكل ديت ازاي. البودكاست هايل قوي في جزئية البيرسونال براند.
فيعني حاولوا، وبتقدر تطلع منه كونتنت بقى ريلز وحاجات كتير كبودكاست، فاهتموا بيه لو حضراتكم بتدوروا في جزئيه كبيرسونال براند. الاس اي او سيرش انجن اوبتمايزيشن، تحسين مؤشرات البحث، ان حضرتك تبقى ظاهر كده في مؤشرات البحث على جوجل ماي بزنس وعند ميتا. طبعا ديت ليها استراتيجيات وكي ووردز محدده بنبدا اللي احنا نحطها للطبيب بعد ما نفهم منه التخصص كويس والتارجت سيجمنت والبيرسونا اللي هو عايز يوصل لها، وبحيث ان المريض اللي موجود مثلا في الشيخ زايد بيكتب دكتور اسنان او دكتور تقويم او كذا، تظهر انت في الرانك الاول عند المريض دوت، فيبدا ان هو يتصل ويحجز على طول. تقييمات المرضى طبعا، الريفيوز وديت مهمه، خصوصا كمان في السعوديه وفي الخليج الامارات. المرضى هناك يعني فوق نسبه ال 85% مش بياخد اكشن ويحجز عند طبيب او عند مستشفى او ياخد اكشن زي كده الا لما بيشوف الريفيوز بتاعته على جوجل عامله ازاي. جوجل ريفيوز 4 ولا 4.5 ولا 5 ولا 3، لدرجة إن بقى فيها أبيوز من شركات كتير متخصصين بقى في الديجيتال ماركتنج وكده، إن هو بيشتروا الريفيوز ديت، تدفع لهم ويحط لك 1000 ريفيو بوزيتيف، 5 من 5، يعني حاجات كلها إيه كذب يعني ومش حلوة، فمن كتر أهميتها. دكتور، هو الريفيوز اللي على جوجل بتكون على مكان مش للدكتور بس؟ كده وكده موجود، لو الدكتور عامل بيج وعامل اس اي او خاص باسمه، ويب سايت خاص باسمه باسم دكتور احمد محمد علي، فبتبقى ظاهره كمان الريفيوز على جوجل باسم دكتور احمد، جوجل ماي بس بزنس. الكلاينت مثلا راح للدكتور، راح له في العيادة الفلانية اللي هي ستيل مش باسمه، هو شغال في العيادة الفلانية، فالبيشنت بيطلع ساتيسفاي، بيعمل الريفيوز على المكان اللي عمل فيه الخدمة، مش هيروح للويب سايت بتاع الدكتور يسرش عليه ويعمل عليه ريفيو. دي الفكرة. فازاي بقى؟ ككوربريت حضرتك تقصدي؟ ايوه، دلوقتي الدكتور شغال مثلا في كوربريت معينه بيعمل السيرفيس للبيشنت وعجبته، وعايز يدي ريفيو حلو للدكتور، فبيخش على الكوربريت، بيعمل ريفيو في المكان اللي خد فيه الخدمه. ايه اللي هيخليه يروح للويب سايت بتاع الدكتور اللي هو ما يعرفش هو فين اصلا؟ هو مش هيروح على ويب سايت، هو مجرد ان هو يروح على جوجل ويبدا يكتب اسم الدكتور. لو الدكتور اصلا عامل اس اي او لنفسه وظاهر نفسه على منصات السوشيال ميديا، هيبدا جوجل يظهره في جوجل ماي بزنس، فهيبقى ظاهر اسم الدكتور. اوكي، ده جوجل ماي بيزنس. اوكي، مش الجوجل العادي. لا جوجل ماي بيزنس، فساعتها حضرتك تخشي تعملي الريفيو براحتك بقى، تدي له 1 2 3 4 من 5، وتحطي امم الكومنت كمان. فزي ما بقول لحضرتك كده، ان بيبقى في شركات بتتلاعب بقى في الجزئية ديت كتير من كتر اهميتها ومعرفتهم ان المرضى بيبقوا سيرشنج على الجزئية ديت، ويشوفوا مين التقييمات الاعلى ومن خلالها يحجزهم مع الطبيب او مع الكل. طبعا احنا في السعودية والامارات الموضوع كله او معظمه بيكون كوربريت، يعني 98% هي عبارة عن مستشفيات، مش بنلاقي زي عندنا في مصر مثلا الطبيب بيشتغل باسمه في كلينيك بتاعته، دي مش موجود الموديل دوت في السعودية وفي الإمارات. فمعظم الشغل هناك بيكون كوربريت أكتر من كأنه بيرسونال براندنج يعني. طيب طب خلينا برضو. الريفيوز اللي على الميتا بتكون على الانستجرام؟ يعني الميتا الريفيوز اللي بتيجي عليها بتيجي ازاي؟ الريفيوز، خلينا نتكلم عن الريفيوز بشكل ايه عام كده دكتوره دعاء. ان هو ممكن تكون لو فيسبوك، فالريفيوز احنا عارفينها اللي هي الفايف ستار المعروفه، بس مش معنى ريفيوز ان هي الفايف ستار بس، ان كمان الكومنتس اللي موجوده تحت اي بوست بقى على انستجرام بتاع الطبيب او الفيسبوك بتاع الطبيب او التيك توك بتاع الطبيب، ان هو لما بيطلع يتكلم فهو عنده الاكونت الشخصي بتاعه، فالتعليقات بتاعت الناس، تعليقات الاذرز ديت اللي موجوده تحت بوست معين، بيقولوا تجاربهم، والله انا رحت جيت لك ومش عارفه ايه وحصل مشكله وما اتحلتش. فلو في نيجاتيف ريفيوز او نيجاتيف كومنتس زي ديت، دي بتخلي الاذرز يقلقوا. اي حد داخل جديد عايز يروح يعمل اجراء عند الطبيب ده، لو قرا كومنت بالشكل ده كرايسيس مش هيروح له. فالقصد بتاعت ريفيوز ميتا ان هي مش بس الريفيوز، كمان الكومنتس. عشان كده انا في بداية الكلام لما بدأنا
فقلت لحضراتكم يعني اعتني باي مشكله تحصل مع الكلاينت بتاعك، وما تحاولش تتجاهلها، بلاش تكبر، علشان الكومنت ده والمشكله ديت لو اتاخدت واترمت في جروب معين، وهتلاقي الدنيا كده ايه بقت كبيره. فديت من ضمن المشاكل بتاعت الباك فاير اللي ممكن تحصل لو الموضوع ما تمش احتوائه. فالقصد بريفيوز ميتا، الريفيوز العاديه، الكومنت الموجوده تحت صفحه الطبيب، وكذلك الجروبس بقى، الكوميونتي، الناس بتقول ايه على اسم الطبيب ده. كل ديت اسمها ميتا ريفيوز. طيب احنا في الكوربريت براندنج محتاجين ايه تسويقيا عشان ما نتلخبطش؟ الويب سايت الاساسي بتاع الكوربريت، عندنا بقى سيكشنز، عندنا اقسام في المستشفى 12 قسم 15 قسم، يبقى كلهم طبعا موجودين بالتخصصات، صفحات عن الفريق الطبي اللي موجود، وفي زائر بيجي من المانيا، وفي طبيب مش عارفه بيجي من باكستان وبيعمل ايه. فالتفاصيل ديت كلها تبقى موجوده طبعا على الويب سايت بتاع الكوربريت. نماذج حجز طبعا لو الناس عايزه تحجز بسهوله، ومعلومات تفصيليه عن كل قسم. استراتيجية المحتوى بالنسبة للكوربريت، محتوى عام عن الخدمات اللي بتقدمها المستشفى كلها، دليل للمرضى تعمل ايه وتحجز ازاي، شهادات المرضى اللي اشتغلوا قبل كده سابقا معانا في المستشفى، ان هم مثلا كتالوج بيفور وافتر فيديوز موجودة على اليوتيوب تشانل بتاعت الكوربريت، فبناخد الفيديوز ديت ونعمل لها امبيدنج داخل الويب سايت بتاع الكوربريت. اخبار المركز والانجازات والشهادات والتريننج والتيم بتاع المكان والمستشفى، كل ديت من ضمن الكونتنت والاستراتيجيه بتاعته اللي ممكن تكون موجوده على الويب سايت. السبونسر ادز طبعا، لو بنتكلم على كوربريت، اعلانات جوجل ادز للخدمات، بحيث ان هو يبقى دايما ظاهر كده، لو اي حد دخل سأل فتظهر مستشفى النيل التخصصي مثلا في جراحات كذا كذا كذا. اعلانات تيك توك وسناب شات وانستجرام للوعي بالعلامه التجاريه، بتبقى هنا معظم الاعلانات رايحه للاويرنس، ان انا دايما كده عايز اسم الكوربريت ظاهر في اسم في ذهن العميل. فهنا بنشتغل على حملات الاويرنس بشكل كبير علشان تبقى ظاهره دايما في ذهن العميل. اعاده الاستهداف بتاعت الزوار من خلال الكاستمر ليست، طبعا معانا ارقام موبايل بتاعه الكاستمر اللي جه اشتغل معانا قبل كده، فبعمل له ريتارجتنج بسهوله من خلال منصات السوشيال ميديا وجوجل برضو. الريبيوتيشن طبعا اداره السمعه، ودي يعني قلنا عليها ان الرد على التقييمات يكون بشكل موحد لو في حاله الكوربريت. فانا هنا يعني ببين ان احنا ناس منظمين وعندنا الاداره مظبوطه، اداره مركزيه للعلاقات العامه، حملات وعي صحي، كل ديت يعني ايه تهم اكتر الجزئيه بتاعت الكوربريت في الماركتنج. طيب ازاي اختار بقى؟ يعني ده اهم ما في الموضوع، وهتلاقيه كده ايه سهلك اكتر تقدر ان انت تروح بيرسونال ولا تشتغل كوربريت براندنج. فبقول لحضرتك بسهوله هتقدر تختار البيرسونال براندنج لو كنت طبيب متخصص وعايز استقلاليه، لا تمتلك راس مال كبير للاستثمار، وهي ديت يعني ايه النقطه الفيصل اللي نقدر نقول حضرتك لا ابني اسمك كبيرسونال براند، ولا والله لا عندك الاوبورتيونيتي ساعتها بقى اللي انت آه، تعمل الكوربريت لوحدك، ولا تشارك اكتر من حد فيها لو المال موجود. هي ديت تكون فيصلية النقطة. لو عايز تبني سمعة سريعة روح للبيرسونال براندنج، هو شوية كونتنت زخم من الكونتنت على بودكاست على مش هتلاقي نفسك كده ايه مع سبونسر، تلاقي نفسك يعني عامل سمعة كويسة. بس خلي بالك يعني السمعة كويسة ديت على السوشيال ميديا هترتد عندك على العيادة، فلازم تكون بتقدم كواليتي كويسة علشان ما يحصلش الباك فاير اللي احنا بنتكلم فيه. اي مشكلة بقى هتدمر البيرسونال براند بسهولة زي ما بدأنا المحاضرة بتاعتنا. ان احنا عايزين ننتقل لمكان اخر. انا النهارده شغال في مصر او شغال في طنطا مثلا، وعايز بعد سنتين ثلاثة افتح عيادتي في القاهرة، فساعتها بيرسونال براند مهم ليك. عايز يكون عندك فرص لمحاضرات واستشارات وكتابة تظهر باسمك أكتر، بيرسونال براندنج. شخصيتك وسحرك الشخصي، نقاط القوة،
هي طبعا كده لو حضرتك بتعرف تتكلم وإليجانت في الكلام وبتقدر تطلع اللي جواك وبتحب الكاميرا والظهور، شخصيتك بتنادي على البيرسونال براند. خلاص انت لامع. حتى لو بيرسونال براند وبعد كده زي ما قلنا تيجي عامل الهايبريد ابروتش، موجود الابروتش دوت كتير. وبقول لك كمان لو عايز كوربريت براندنج، لو انت تمتلك فريق متعدد التخصصات، كوربريت براندنج معاك 5 اصدقاء كل واحد متخصص بحاجه ومعاكوا القدره الماليه، لا اختار ساعتها الكوربريت براندنج. تاني نقطه هي لديك راس مال للاستثمار والتسويق، روح على الكوربريت براندنج. عايز تتوسع مستقبليا وتكون قابل للنمو، مستشفى موجوده هنا وبعد 10 سنين ان شاء الله يبقى عندك 5 فروع 6 فروع. تخطط لبيع المشروع لاحقا. تريد استقرار او عدم اعتمادك على شخص واحد، كوربريت براندنج. فديت عقليه بقى، حضرتك عايز ايه؟ عشان كده بنقعد كتير قبل ما بناخد قرار زي كده. التركيز على الخدمات اكثر من الشخص. فهنا لو انت عايز خدمات متعدده وما تكونش كلها واقفه عليك، فطبعا الكوربريت براندنج هو دوت الخيار الاساسي. فنقدر نقول كده الملخص بتاعنا ان لو بيرسونال براندنج تركيزه على الطبيب، لكن الكوربريت على المؤسسه. بناء الثقه عند الطبيب والبيرسونال براند سريع لكن بطيء نسبيا في الكوربريت، ممكن ياخد سنوات. المرونه الوظيفيه عاليه جدا، انت بتشتغل وان مان شو. لكن عند الكوربريت والله انا بروح بشتغل الحالات بتاعتي واخد بعض وامشي، مش ما انت شاغل بالك بقى باي حاجه تانية. التوسع عند الطبيب صعب لانه مرتبط بيك، لكن عند الكوربريت لا، الموضوع ان هو سهل وتقدر توظف وتتوسع. قابليته للبيع عند الطبيب غير قابل للبيع، لكن عند الكوربريت براندنج تقدر ان انت تطور وتنفست وتدخل شيررز معاك. الاستثمار الاولي في التسويق وفي التجهيز وي عند الطبيب بيرسونال براند منخفض، لكن عند الكوربريت محتاج بقى استثمار كبير. الحضور الرقمي اخرك وسائل تواصل، ويب سايت شخصي، لكن عند الكوربريت موقع احترافي واداره متكامله. العلاقه مع المرضى علاقه شخصيه وقويه، لكن عند الكوربريت علاقه مؤسسيه منظمه. انا مش مرتبط كمريض بالطبيب اللي موجود جوه الهوسبيتال، انا مرتبط بالمكان وبالكواليتي بتاعت المكان وتراستد في المكان. التنوع الخدمي محدود بتخصص الطبيب، والله يا دكتور تجميل اسنان وبس هو ده العياده بتاعته، فما فيش بقى ايه امكانيات اكتر من كده. لكن عند الكوربريت متنوع بحسب الفريق، انا عندي حد حشوات وعندي حد كذا وعندي حد كذا، وعندنا عياده تانية بتاعت نحت القوام، وعندنا عياده ثالثه بتاعت. فهنا في تفاصيل. الاستقرار الوظيفي زي ما قلنا كده مرتبط بسمعتك الشخصيه، لا قدر الله بتحصل قلق. لكن عند الكوربريت الموضوع فيه استقرار اكتر، سمعة المكان كله بتبقى شايلة بعضها. لو لا قدر الله حصل مشكلة في حاجة معينة يقدر القسم بتاع البابليك ريليشن يتدخل ويحلها، ما تأثرش على المكان. لكن عند السمعة الشخصية هنا الموضوع على شفا حفرة، قلق كبير يعني. او تروح بقى للهايبريد ابروتش لو انت عايز تمسك العصاية من النص زي ما قلنا، عايز الافضل ما بين النموذجين وتمتلك سمعة شخصية قوية وعايز تتوسع بيها لمؤسسة، شخصيتك اصل قوي في المشروع زي ما قلنا كده كمثال دكتورة ليلى، تريد المرونة والاستقرار معا. اللي انت عايز يبقى فيه مرونة في الشغل واستقرار، لا يبقى ساعتها الهايبريد ابروتش ده هو المهم ليك. فخلينا كده يعني نتفق على نقاط محددة، ان سواء حضرتك يعني عايز تروح للبيرسونال او الكوربريت، لازم تبدأ الاول بيرسونال براندنج، لازم تبني اسمك. الا لو انت خلاص بقى انت معاك انفستمنت ومش عايز تظهر في الصورة وعايز تبقى انت ايه مجرد بتنفست في الهوسبيتال وبتجمع اصدقاء وشير هولدرز يخشوا معاك مستثمرين في المكان، فخلاص ساعتها البيرسونال براند مش هيكون مفيد ليك.
الاختيار ما بين بيرسونال وكوربريت براندنج او هايبريد براندنج اللي هو الحل الذكي، زي ما قلت لك كده هيكون راجع لاهدافك والامكانيات بتاعتك. اهمها الامكانيات الماديه متوفره، هيكون قرار الكوربريت اقرب ما يكون لحضرتك يعني ان شاء الله. انا كده خلصت السيشن بتاعتنا، ولو في بقى اي استفسارات يعني يشرفني ان انا اسمعها من حضراتكم. قولوا لي كده. ايه اللي حرام؟ سوري بس في حاجة هنا انا قلت بس حرام، هي صح يا دكتور غش تعتبر. ايه هو ده؟ طيب دكتورة لين ولا مش عارف، ممكن تفتحي وتقولي طيب انا قلت ايه ممكن قصدك عليه حرام؟ يسعد مساك دكتور، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك يا رب، الله يخليك، تسلم يا رب. كيف الصحة؟ إن شاء الله تمام. والله بخير زي الفل الحمد لله، شكرا الله يخليك. لك على المحاضرة. عفوا. كان عندي استفسار بصراحة. إحنا هلأ حاليا كأطباء مجبورين نركض ورا الترندات اللي عم بتصير، يعني نصور ريلات لا تخص المحتوى الطبي بأي صلة، بل اه إنها إلها يعني علاقة نوعا ما بالفكاهة والترند. آه، اه شو مدى يعني رضاك عن هاي الترندات، أو هل بتنصحنا إن نمشي بهاي الطريقة أو لا؟ هي دي اللي حضرتك بتقولي عليها حرام او وش ولا لا حاجة لا لا، تانية؟ مش أنا، مش التعليق ما كان اه مني. سوري طيب لا لا اوكي اوكي. طيب بصي خلينا نتفق برضو كده، اللي احنا يعني مش عايزين الترندز تخطفنا وتاخدنا عن الاساس بتاعنا. يعني انا طبيب متخصص في حاجة معينة، فاوكي تخصصي 90 او 95% من اللي بطلع واتكلم بتكلم على التخصص بتاعي. 5% 10% متاح ليا اللي انا ايه اطلع بره الستريت فورورد بتاعي. تعالى كده على جنب شويه وشوف الناس بتحكي في ايه واحكي معاهم فيه عادي. لكن ما يكونش هو ده بقى الزخم اللي موجود عنك، ان انت دايما بتتكلم في الترند وخلاص. لا، فين التخصص؟ انا هاجي لك ليه اصلا؟ انا أها. دلوقتي هاجي لك ليه ككلاينت للعياده بتاعتك علشان انت بتقول رايك في الترند؟ لا انا مش هجيلك عشان كده خالص، انا هجيلك علشان انت شاطر في الحته بتاعه تجميل الاسنان، ودايما بتبين لي كده مدى شطارتك بحالات معينه عالجتها ازاي. فساعتها القرار هيكون انا جاي لك عشان كذا. لكن لو فكاهه وضحك وهزار، لا طبعا انا ما انصحش تماما بحاجات زي كده، الا في يعني ايه على اضيق الحدود بنسبه زي ما قلت لحضرتك 5 ل 10% ماكسيمم، مش اكتر من كده. صحيح دكتور، بس لكن في بعض الزملاء معنا يعني بنفس المنطقة، هم كل محتواهم تقريبا ترند، والناس طبعا مغيبة فيهم، يعني طبعا. الناس مؤمنة فيهم لدرجة كتير كبيرة. وبالعكس بيروحوا لهم لأجل الترند، وبيروحوا لهم لأجل يعني محتوى ما له علاقة بالمحتوى الطبي. ممكن يكون حتى ما عندهم الكفاءة العالية بالشغل، ولكن مم. هم مسيطرين على الناس بترندات وبتمثيل كأنه حياتهم مثالية، وبطلعاتهم وسفراتهم وراحاتهم. والناس بتروح لهم لاجل هذا الاشي، مش لاجل انه مثلا هم شاطرين او علميا كويسين او عندهم عدد حالات كثيره يعني. بص يا دكتورة، هي جزئية ان هو يظهر الرفاهية بتاعته ورفاهية حياته، هو بيبقى عايز يرمي رسالة كده في العقل الباطن بتاع الكلاينت بتاعه، ان احنا كمكان احنا ناجحين، ومن نجاحنا احنا بنحقق احلامنا. فهي بتوصل بشكل اندايركت، ده لعب بشكل لا واعي على الكلاينت بتاعه. فلو هي ديت اللي حضرتك تقصديها، يعني مش هقولك هي صح، بس هو عايز يوصل رسالة مدى نجاحه في التخصص بتاعه لدرجة ان انا بسافر وبروح وباجي وبعمل احلامي كلها. فهي ديت بتبقى رؤيته كطبيب، هو عايز يوصل رسالة ازاي. لكن ارجع تاني واقول انا مش عايز يكون هو ده حياتك، والكاميرا دايما مفتوحة على حياتك وبس بدون ما يكون موجود عندك فاليو. انت بتظهر ماشي، اظهر الجزء بتاع سفرك وي وي وي، ده الارتباط العاطفي اللي انت بتربط بيه الناس، وكمان اعمل على الجزئيه بتاعت الفاليو بتاعتك. لو قدرنا يا دكتور اللي احنا نعمل الجزئيتين دولت مع بعض، احنا هنبقى افضل بكتير من اللي هو فتح الكاميرا على الجزئيه بتاعت سفره وحياته الخاصه وبس. طيب دكتور، تعليقا على كلام الدكتورة، يعني أنا مثلا إنه بشير جزء كبير ليه علاقة بالساينتفك بيزد وفاليو طبية وكله، بس كمان بحب إنه أنا أشير سفر حلو وأحداث معينة وستوريز من حياتي، حلو. مثلا أماكن اه بروح
يعني دي حاجة أصلا في شخصيتي، يعني مش إنه أنا اه بستخدم كده. ولما بروح مكان مثلا حلو بعمل اللوكيشن عليه وبصور ومش عارف ايه. فأنا مثلا عندي ميكس بين الاتنين. بس إنه المفاجأة بتكون ليها علاقة بإيه، إنه أكتر الناس مثلا بتبقى جاية تكونتاكت أو كذا، بتبقى جاية عايزة تتعرف، عايزة مثلا تبعت كلام بيرسونال، عايزة كذا. فأنا يعني مثلا إيه المستيك اللي حصلت هنا؟ طب ما أنا مش بشير مستيك. جزء اه وفيديوهات طبية كتير وبشير كذا، بس فعلا دي الحاجة اللي بتجذب الجمهور أكتر يعني. يعني فمش عارفة ده غلط ولا صح ولا ايه الوضع صراحة، ايه رأيك؟ لا، احنا زي ما قلنا كده نحاول نوازن ما بين الحياة الشخصية وإظهارها وما بين المحتوى التعليمي. أنا لازم يكون عندي محتوى تعليمي، بحيث ان انا ايه قصة اللي جاي يتعرف او جاي يبعت في الانبوكس في الدايركت مسج لا، احنا اصلا عندنا بيزنس، احنا بنشتغل بيزنس هو وجنب في جزء البيزنس. كتير يعني الجزء البيزنس اكتر، جزء البيزنس اكتر. بس اه في جزء اللي هو ليه علاقة بالطلعة داخلة كذا احداث. فده مثلا ممكن اتس اوكي، ولا انا كده بدور البراند بتاعتي ولا ايه؟ يعني مش عارفة. لا 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 لا، ما تقلقيش من ديت. هو المجتمع التطفلي يعني يا دكتور بقى، هو ده يعني، هو ده المجتمع التطفلي، ان هو لما بيلاقي حاجة بيرسونال شوية فالحنان بياخده، فبتلاقيه جاي يبعت أيوة. لكن لو احنا 80% هو من اصل المحتوى. الموضوع مستفز، يعني هو فعلا اه الموضوع فانا كنت فعلا عايزه اسال حد متخصص. في ناس مثلا قالت لا، المفروض يبقى في عندك تو اكونت بس ساينتفك 100%، واكونت تاني بيرسونال لايف ومش عارف ايه. لا، انا فانا مش اكيد عايز دي. فاضيه. انا اكيد مش فاضيه ان انا ادير اكونتين وانزل هنا وانزل هنا، فانا دمجتها في بعض، يعني ده اللي حصل في الاخر. بالظبط الارتباط العاطفي ما بين الكلاينت وما بين الطبيب، انا عايزه. انا مش عايز امحيه، مش عايزه يبقى كله فروم اي تو زد علمي. لا، ده انت عشان كده ما يبقاش ملل مثلا. كل حد مثلا يكون سأل، ولا قصد حضرتك انه يبقى حاجة ريل تنزل جديدة ليها صلة باللي سألوا عليه؟ بص يا دكتور، ولا هل بص. ولا هل بيرسونال بيرسون تو اه بيرسون يعني؟ خليني كده برضو اديها لك بشكل سريع كده وخفيف. مم. استراتيجي بسيطة من الاستراتيجيات اللي احنا بنشتغل دايما بيها مع العيادات. باجي عامل فيديو، اخلي الدكتور مثلا يتكلم على اجراء معين، فيديو مدته 3 دقائق، مش فيديو قصير، انا مش عايز فيديو قصير، فيديو مدته مم. 3 دقائق، والدكتور يكون بيحكي عن الاجراء وبيفور وافتر جوه الفيديو، وايه اللي حصل وكذا وكذا وكذا. الفيديو ده بقى بيكون هو المصيده اللي بيقعد يتفرج على الفيديو ده. انا باجي جاي من الناس اللي قعدت عليه واعمل سبونسر على الفيديو دوت، ووصله لاكبر عدد من الناس من التارجت سيجمنت اللي احنا عايزينها. واجي اعمل ريتارجت للناس اللي اتفرجت على 75% من الفيديو ده، مش اللي فتح الفيديو وقفل ولا ربع الفيديو ولا نصه. لا، انا عايز اللي قعد 75% قعد دقيقتين، دقيقتين ونص يتفرج مم. فيما فوق. مم. تمام. واعمل بقى الناس دولت، هو ده العميل بتاعي، مم. هو ده اللي انا بقعد اري تارجت ليه، وانزل له محتوى تاني وتالت ورابع ادخله في الفانل بتاعتي. طب وده ديت يتعرف ازاي ديت اصبحت العميل ديت اصبحت 70%؟ طب ثواني يا دكتوره دعاء. ديت اصبحت المصيده اللي انا بقدر انا بديلك بس اكزامبل على وان مم. فيديو، لكن احنا بنشتغل مثلا ساعتها على 10 15 فيديو يا دكتور، كلهم بنفس الشكل ده، 3 دقائق او 4 دقائق، فيديوهات طويله، بحيث اللي يقعد ويسمع هو ده الانترست الحقيقي اللي عايز يعمل الاجراء عندي. صح. واجي مدخل كل الكلاينت جوه الفانل. عارفه انت بدخل مثلا 150 مم. 200 الف عميل قعدوا يتفرجوا على 3 4 دقائق، هو ده المصيده بتاعتي. اقعد بقى اشتغل على ريتارجتنج للناس ديت بنيو كونتنت لحد ما اوصل. انا عارف الكاستمر جيرني بتاخد لها شهر ونص، شهرين. في فتره الشهرين ديت ابدا انزل له بقى المحتوى اللي هو تعالى احجز. انا متاكد 100% ان انت شفتني اصلا. انا مش بروح بالكونتنت دوت لحد غريب، انا بروح لك انت صح. كل مره. وبامر السيستم سواء ميتا او انستجرام او اي سيستم اعلانات، بقول له انا مش عايز اي حد، انا عايز الناس اللي هي قعدت تتفرج هيفي ووتشرز على الكونتنت ده مده كذا كذا. فاستراتيجيه زي ما بحكي لحضرتك كده، يعني هي دي تعتبر حاجه سريعه كده علشان بس ما مم. اخشش في تفاصيل كتير. بس نقدر مم. نقدر ان احنا نوصل لناس احنا متاكدين منهم ونصبر مم. عليهم، علشان انا عارف الكاستمر جيرني اللي انا حكيتها لحضرتك من شويه. ايوه. عظيم. مم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أشكرك يا دكتور مروان على المحاضرة الجميلة دي. الله يخليك يا دكتور آه، محمد. الله يعزك. أستاذنك بس بالنسبة للبيرسونال براندنج، كرأس مال، يعني البادجت مثلا رينج كام مبدئيا، والمدة قد إيه؟ يعني محتاج أشتغل بيرسونال براندنج مثلا لمدة سنة مثلا، ولا أكتر ولا أقل؟ كام طيب البادجت تقريبا؟ بص يا دكتور محمد، احنا بيرسونال براندنج انا اللي محتاجه ايه؟ محتاج منصة زي فيسبوك او انستجرام او تيك توك، بس اكون عارف ان المنصة ديت جمهوري موجود عليها. يعني مثلا لو حضرتك بتاع صحة نفسية للمراهقين، فساعتها اختيارك لمنصة زي تيك توك هو ده الاختيار الصح. فالمهم بس تبقى عارف انهي منصة انا هنزل عليها. اختار منصه واحده. المنصه دي تبدا اللي انت تنزل عليها المحتوى ده بينقسم لحاجتين: محتوى مكتوب بالصور اللي هي البوستات، ومحتوى ريلز. الريلز ده هو يعتبر كده النار اللي بتجري في الهشيم الفتره اللي احنا فيها. الريلز ديت لو حضرتك هتروح تصور 20 ريل 30 ريل يا دكتور، هيقعدوا معاك 6 شهور تنزل فيهم وتشتغل عليهم. هيكلفوك قد ايه ال 20 او 30 20,000 30,000 جنيه في الرينج دوت، يعني 40,000 جنيه. مع سبونسر ادز مثلا على مدار ال6 شهور محتاج لك مثلا 100,000 كمان. فانت في اول سنه لو اتكلمنا محتاج لك 150 200,000 جنيه على الزخم اللي ممكن تعمله. لو وزعت ال 150 او 200,000 جنيه على ال 12 شهر، فمحتاج لك كل شهر مثلا حوالي 15,000 جنيه، ولنفترض يعني. ديت كده تعتبر المصاريف التسويقيه اللي حضرتك محتاجها. بس القصه كلها مش اللي هو انا ايه، هعمل واقعد بقى. يعني هو اول سنه وخلاص؟ لا، هو اول سنه هتكون بنيت البيز بتاعتك، لكن محتاج منك ان انت تتوسع بشكل اكبر بقى. هيكون البيز ديت تمام. بدات تجيب لك عملاء، والدنيا بدات مم. تشتغل، فده اصبح اسمه انفستمنت، استثمار. فتبدا اللي انت والله احنا اول سنه صرفنا 200,000، لا انا السنه بقى ان شاء الله اللي جايه ديت انا ممكن ارصد مثلا 500,000 للشغل التسويقي. تمام. فكل اللي احنا محتاجينه محتوى مع اعلانات، تكون بس هي طيب ديت طالعه. اتفضل. حضرتك شايف إن الأفضل نبدأ على منصة واحدة، اه ولا اه ممكن طبعا. نفس المحتوى أخليه في كذا منصة؟ اصل هي كذا منصه، هو فيسبوك وانستجرام. هتروح ليوتيوب مثلا ملوش اي عازه، سناب شات ملوش اي عازه. فانت بتقارن وتفاضل ما بين فيسبوك وانستجرام وتيك توك. مم. فالاولويه لا، هو فيسبوك وانستجرام، والاثنين يعتبروا منصه واحده، عشان طيب، ما وبالنسبة نصعبهاش. للبادجت اللي حضرتك قلتها دي، تفرق لو أنا مثلا شغال في مصر أو في السعودية، ولا ممكن في هي؟ السعوديه في السعوديه لا، هتلاقي البادجت اعلى شويه علشان السوق هناك تنافسي اكتر، فتكلفه الوصول بتبقى اعلى في البيدنج والمزاد بتاع السيستم. ده في بتاع المنصة، يعني على المنصه. كالفلوس بتاع المنصة. اه. اه اه عشان توصل مثلا لل 10,000 شخص في السعوديه، تكلفتها ممكن تبقى دولار او 2 دولار. لا هنا في مصر تكلفتها تبقى 50 سنت او 60 سنت. اه، لكن كفريق عمل ممكن أتعامل مع فريق عمل من مصر عادي، اه عادي جدا. صح؟ اه طالما مم. حضرتك موجود في السعوديه عادي، موجود في الامارات تشتغل من مصر، وده الافضل اصلا يعني، وارخص لك كتير، تمام. وبروفيشناليتي اكتر هنا في مصر مش بره. يعني تمام. كل حتى المستشفيات والشغل والعيادات اللي بتبقى في السعوديه، هم بيشغلوا عندهم هنا هوت الناس من مصر يعني. اه. فاهمني؟ تمام، بس. شكرا. العفو يا دكتور محمد، الله يخليك يا رب. دكتور، في السؤال اللي قبل ده، لما حضرتك قلت ان هو نقدر نعرف ان اللي اتفرج اكتر من دقيقتين على الفيديوز ازاي، انا بشوف ان ده مش بيظهر لي. يعني بيجي لي فيوز بس ما بعرفش مين اللي كمل ومين اللي ما كملش. لا ده من جوه السيستم بتاع الاعلانات بتاع ميتا او اي سيستم. في من ضمن الخصائص اللي احنا نوصل لتارجت سيجمنت عمليه الريتارجتنج. فلما نروح للريتارجتنج ديت بيبقى فيها كذا اوبشن. يقول لي انت عايز ريتارجت مين؟ معاك كاستمر ليست. لو معاك مثلا 10,000 رقم عميل مثلا، اشتغلوا معاك 1000، هو 1000 فيما فوق، ادهم له الارقام ديت فيعمل لي ريتارجتنج ليهم. عايز تجيب الناس اللي تفاعلت معاك جوه انستجرام، اللي بعتوا لك رسائل، اللي عملوا تعليقات، اللي بعتوا لفيسبوك، اللي شافوا فيديوهات معينة عندك، فيقول لك ايه الفيديو المعين، تختار الفيديو او مجموعة الفيديوهات. طب عايز الناس اللي اتفرجت على قد ايه؟ 10% من الفيديو ده، ولا 20 ولا 50 ولا 5 ولا 100% من الفيديو؟ فكل ما زودنا كل ما الاهتمام بتاع العميل دوت زاد. فكل ده في الخصائص ديت موجودة.
من جوه السيستم الاعلاني اثناء الادز صح، اللي هو سبونسر بس ده اللي بيبقى فيه. بالظبط كده. تمام، فهمت حضرتك. تمام. اوكي. شكرا لحضرتك والله يا دكتور، ميرسي العفو يا جدا. دكتورة دعاء. العفو. هو حضرتك يا دكتور هو يعني عندك شركة للدعاية وكده ولا؟ بالظبط. ايوه. طب ممكن مثلا تنزل رقم حضرتك، الاسم بتاع التواصل ازاي؟ عينيا الاثنين حاضر. احنا شركة متخصصة في التسويق الطبي. انا يعني الباك جراوند بتاعتي طبية، ويعني عندنا شركة الحمد لله من 2014 بدي كورسز، وماسكين بقى عيادات ومستشفيات في الجزئية بتاعت التسويق الطبي يعني. فبرضه انا طب يا يعني ريت على الواتساب طريقة للتواصل لحضرتك. يعني اتمنى تيم فيوتشر فيجن يعني ينزل برضو الرقم للجروب بتاع الاطباء، عشان لو في اي حاجه احنا تحت امرك يعني ان شاء الله. يا ريت، ونستفيد برضو من خبرات حضرتك ونصايحك. جزاك الله خير. تحت امرك يا دكتور. شكرا جزيلا. اياكم جميعا.